السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. فيديو النهاردة ان شاء الله عن مشتريات العيد. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. انا عملت لكم فيديو قبل كده اللي هي الفيديو الاول، هسيبه لكم في صندوق الوصف، وده الفيديو التاني. اول حاجة طبعا انا لابسة ونازلة تاني، هو انا لسه طالعة، جيت من السوق جبت الفراخ وجبت اللحمة وجبت الحاجات اللي حضراتكم شايفينها ديت. اول حاجه عملتها انا مسكت الفراخ غسلتها غسله كويسه، ونقعتها في ميه وملح وخل ليمون، وقسمتها حسب ما انا عايزه، وعبيتها في اطباق وغلفتها زي ما انتم شايفين، ولبست علشان هنزل تاني، فقلت قبل ما انزل اعمل لكم الفيديو علشان حتى لو اتاخرت الفيديو يلحق ينزل لكم. اول حاجه جبتها ازازه الزيت دي 4.5 لتر، جبتها ب300، اسمها حلوه. انا متعوده اجيب آلية بس ما كانتش موجوده، وجبت من كل نوع مكرونه، جبت خمس اكياس، يعني كل كيس نص كيلو. جبت اللي هي المرمريه الصغيره خالص، وجبت الخواتم، وجبت القلم، وجبت من كل نوع 5 اكياس. تمام. اسمها بساطه، جميله جدا ورخيصه خالص. نص كيلو عامل 10 جنيه. انا جبت من كل نوع جبت 5 اكياس، ما عدا عن الشعريه جبت 5 اكياس اللي اسمها القاطيه، برضو جميله جدا. وجبت الرز، جبت 4 كيلو، ما شاء الله اللهم بارك. الرز ده الكيلو عامل 25. جبت 4 كيلو، جبتهم ب100. على فكرة الرز ده جميل جدا جدا في المحشي، انا متعودة استخدمه في المحشي، جميل جدا ما شاء الله. والشعرية اللي هي اسمها القاطية برضو الكيس عامل 10 جنيه. وجبت كيس من اللي هي المكرونة الاسباجيتي الكبيرة، جبته كيلو اسمه بساطة، جبته ب25. وجبت الصغير اللي هي الملكة جبتها ب15. وجبت علبتين من الكاكاو، جميل جدا ما شاء الله، بناتي بيحب يشربوه باللبن. وجبت علبتين صلصة، الصلصة عاملة ما شاء الله 23، كان عليها عرض، جبت 2. والكاكاو ده انا جبته ب18.5. وجبت باكوين من الشاي عامل 9 جنيه. على فكرة الحاجات الرخيصة خالص في اكازيون، انا جبتهم من اكازيون. ورحت بقى عند الجزار جبت منه 1.5 كيلو من اللحمة المفرومة، قلت له يحط لي كل نص كيلو في طبق. تمام. وجبت ما شاء الله جبت 4 فراخ كبار، زي ما انا قلت لكم غسلتهم كويس جدا جدا وقسمتهم حسب ما انا عايزه. انا هنا حطيت 2 زي ما هم علشان هعملهم مشويين، والاتنين الكبار انا قسمتهم، خليت 4 وراك في طبق علشان هعملهم يعني محشيين بالفريك. وخدت بقى اللي هي النص اللي من قدام ده، عملت منه بانيه، هعمله مثلا بانيه، هعمله شاورما حسب ما انا عايزاه. وخدت بقى الاجنحه، وخدت الكتف من اللي هي الفرخه التانية، عملتهم برضو في طبقة علشان هعملهم طبخة يعني في اكلة تانية مثلا زي ما انا عايزاها برضو. انا جبت 4 فراخ كبار، 2 يعني الواحدة عاملة 3 كيلو، والاتنين التانيين صغيرين. الصغيرين انا جبتهم للحشو، والكبار علشان هقطعهم. هنا جبت 3 كيلو لحمة، ما شاء الله احنا متعودين نجيب اللحمة اللي هي الرقبة، بتكون جميلة جدا وطرية وما فيهاش اي دهون خالص زي ما انتم شايفين. كيلو اللحمة ما شاء الله عامل 420، والفراخ كان عامل الكيلو 95 زي ما انتم شايفين. يا رب الفيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم ويعجبكم بإذن الله. أتمنى لو أول مرة تشوفوني ما تنسيش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.